محمد سالم يا ولد يلعب كرة بالعرض خطيرة، فرصة كهرباء، ركلة جزاء، ركلة جزاء مع أحمد حمودي يحصل على ركلة جزاء، ركلة جزاء لنادي الزمالك، ركلة جزاء واضحة وصريحة، في شد طبعا لحمودي في هذه اللقطة. وادي باولو دوارتي امامنا على الصورة، ردة فعله بعد احتساب ركلة جزاء لنادي الزمالك. ركلة الجزاء تم احتسابها على لاعب حمزة حدة، هنشوف في انذار عليه ولا لا. ادي في الاعادة طبعا حمزة حدة هنا شد احمد حمودي، واضحة الشد هنا واضح من حمزة حدة، وضربة جزاء لنادي الزمالك. هنشوف مين على تنفيذ ضربة الجزاء. كهرباء في مواجهة رامي الجريدي، كهرباء ورامي الجريدي. كهرباء هيسجل الهدف الثاني لنادي الزمالك. نادي الزمالك يبحث عن ثاني انتصار ليه في تونس على الأندية التونسية. رامي الجريدي ينقذ ركلة الجزاء. مش ممكن يا كهرباء، مش ممكن يا كهرباء. رامي الجريدي يتألق في هذه اللقطة، يرتدي جميع قفازات الإجابة وينقذ فريقه من فرصة هدف محقق. هنا كهرباء كان في مشكلة على تنفيذ ركلة الجزاء بينه وبين أحمد حمودي،